مسلسل عين سحرية هل هو أفضل مسلسل في النص الأول من رمضان؟ من غير ما أطول عليكم، المسلسل من بطولة عصام عمر، باسم سمرة، محمد علاء، وسناء إبراهيم، وأحمد بلة. المسلسل من الآخر كده مش أحسن مسلسل في النص الأول من رمضان، ولا أحسن مسلسل في رمضان. المسلسل أحلى مسلسل في العموم من 10 سنين مثلا. أنا من 10 سنين مفيش مسلسل كيفني وبسطني زي المسلسل ده. طبعا ده بالنسبة لي، يعني أنا زي ما قلت بالنسبة لي المسلسل ده أحسن مسلسل من 10 سنين مثلا. فيلا بينا فيلا بينا كوبايه الشاي بتاعتك والقطايف واللطايف، وتعالى نتكلم ليه المسلسل ده افضل مسلسل من مده كبيره، ونقل الدراما المصريه في حته تانية. لا مش تانية، تسعة مثلا. يلا بينا يا رجاله. اول سبب معانا، وده سبب واضح جدا. عموما يا جماعه، اي عمل حلو قوي او يعجبك بص على مين المخرج، عاده هتعرف ليه العمل ده جامد كده. وهنا طبعا كلامي على المخرج الكبير قوي قوي، الراجل ده عالمي، سدير مسعود. سدير مسعود ده زي ما قلت قبل كده كان عامل منعطف خطر. الراجل ده مش مجرد مخرج، مش بالنسبه له او بالنسبه له الاخراج مش لعبه اللي هو تمثيل ومشهد وخلاص. لا، الراجل ده كل مشهد لوحه فنيه بالنسبه له، كل كادر بيرسمه مش مجرد بيخرجه. كل حاجه ليها معنى، مفيش حاجه بتظهر لله وللوطن كده، كل حاجه دايما بيبقى معاها رساله. زي ما قلت لكم الراجل ده مش مخرج، هو رسام بيبدع في اللوحه. الراجل زي ما قلنا لوحه فنيه، لدرجه انت وانت بتتفرج عينك مرتاحه، انت مبسوط. رغم ان في ناس كتير اتكلمت ان الاضاءه ضعيفه صحيح، بس انا شايف ان خدمه الجو العام للمسلسل، اللي هم بيشتغلوا في الظلام مثلا، فاهم الفكره؟ ففي عمق في الموضوع. كل كادر ممكن بيتعرض ممكن توقف كده الفيديو وتاخد له سكرين وتحطه كفر للفيس مثلا، فاهم؟ اللي هي الكادرات كلها جميله، كلها جميله. كادرات بسيطه قوي. باسم سمرة مثلا في البلكونه، ده كادر عظيم قوي. مش عظيم كمعنى على قد ما الصوره حلوه، انتوا فاهمين قصدي يعني، من غير ما اطول عليكم كتير. زي ما قلنا السدير مسعود ده من مكاسب الاخراج في الوطن العربي. انا مبسوط جدا بالاعمال اللي عملها، سواء ده او منعطف خطر، وعمل موعد مع الماضي بس ما كانش عجبني قوي. اتمنى يعمل اعمال كتير قوي وتنجح وتكسر الدنيا، لانه هو فعلا مخرج موهبه. تاني سبب معانا، وده قد يكون اهم سبب برضه، وده اللي خلى ناس كتير تتشجع انها تتفرج، التمثيل يا جدعان. التمثيل كله جامد، مفيش حد في المسلسل ده عدى من قدام الكاميرا ما بيعرفش يمثل، او على الاقل بيمثل نص نص. اي حد عدى ابدع. بس طبعا احنا هنصب تركيزنا يعني على الابطال، عصام عمر، باسم سمرة، ومحمد علاء اللي هو الفيلن بتاع المسلسل. ناس كتير جدا اتكلمت عن باسم سمرة وانه اداء عالمي وكده، وانا هتكلم عنه طبعا. بس انا عايز ابدا تحديدا بعصام عمر. عايز اتكلم عن عصام عمر. الراجل ده انا بحبه قوي، وبعيدا عن حب الشخص يعني ليه، الراجل ده موهوب فعلا، ممثل موهوب، ذكي. ودي اهم نقطه، دي اهم نقطه عايز اركز عليها النهارده. حط تحت كلمه ذكي دي مليون خط. ذكي ذكاء خلى الناس تبص عليه كده. سمعنا اقاويل ان الناس بدات تشبهه بعادل امام. طبعا انا عايز اوضح رايي في النقطه دي. عادل امام اسطوره مش هتتكرر، ف ظلم لعصام عمر اصلا ان يتحط في المقارنه دي. بس احنا مش بنقارن، احنا مش قصدنا ان مين اعلى، مش بتحسب كده. احنا قصدنا انه ماشي على نفس النهج بتاع عادل امام. ايه النهج بتاع عادل امام؟ الذكاء. اهم ميزه في عادل امام مش الكوميديا، اهم ميزه انه ذكي، بيختار الورق، مش اي حاجه بتجيله بيمثلها. الراجل عنده نظره، عارف ايه الحاجات اللي هتاكل مع الناس. وفي نقطه مهمه جدا في عادل امام برضو، ان الراجل ده كان قريب من الشعب، بيعمل اعمال بتمس مشاكل فعلا موجوده، مش اعمال بعيده عنهم. مين من الجيل الحالي اللي بيعمل كده؟ بالظبط زي ما توقعت، عصام عمر. كل مسلسلاته حاليا ماشيه مع السكه دي. الطبقه الشعبيه اللي زينا، مش الشعبيه بتاعت العوضي. انا ساكن في منطقه شعبيه، مش ما عندناش حد بينزل كل شويه يزعق وبياكل كبده نيه وبيضرب وسويد. مفيش كده، احنا ناس عاديه وناس محترمه ومتربيين وبتاع، بس طبقه متوسطه مثلا. مين اللي بيعبر عن الطبقه المتوسطه دي بكل جرأه؟ عصام عمر. ودي طبعا شابوه جدا ليه، وعشان كده هو هيبقى قريب اكتر من الجيل ده، الجيل بتاعنا، جيل الشباب اللي زينا، جيل مهندس دكتور، الحياه صعبه عليه، بيحاول يكافح عشان يتجوز. كل التفاصيل دي هو بيقدمها كويس قوي. شفناها في بطل العالم، شفناها في بالطو، وبنشوفها دلوقتي في عين سحريه. فجرأة عصام عمر في اختيار الادوار راجع لنقطه مهمه كمان، ان الراجل ده موهوب، هو بيعرف يمثل، مش مستني نمط معين بينجح. على سبيل المثال العوضي بالنسبه له بينجح بالسويت والزعيق والضرب، فنجح بشخصيه كده فضل مكمل عليها، لان هو ما عندوش حاجه يقدمها غير كده. الناس بتظلمه ان هو عايزاه يقدم حاجه هو مش هيعرف. انما عصام عمر عنده موهبه، فالموهبه دي مخلياه معاه حريه كبيره جدا، يعمل كذا ما يعملش كذا، يعمل الدور ده، يعرف يمثل دور التراجيدي درامي بحت، يعرف يمثل دور كوميدي زي سيكو سيكو. فانا بصراحه شابوه جدا لعصام عمر واختياراته، وانا مبسوط بيه من قلبي يعني. نقطه برضو عايز اتكلم فيها وبصراحه زهقت منها، ان في بعض الرجاله هي زهقت من عصام عمر او خدت منه جنب لمجرد ان في بنات بتقول انه شكله حلو وامور بقى، انتوا فاهمين، والحوارات المعاكسه دي. كلامي للفئتين ان المفروض ننضج بقى يا جماعه شويه. الموضوع مش شكل خالص، في ناس كتير جدا شكلها احلى منه كمان، ناس سواء رجاله او ستات شكلهم حلو قوي،
بس ما بيعرفوش يمثلوا، ما عندهمش الموهبه. لا هو موهوب فعلا، بره بقى عن شكله خالص، مش بيستغل وسامته. في ممثلين كتير بيستغلوها، هو لا. عايز اتكلم عن كام مشهد في المسلسل نفسه بيبين قد ايه ان الراجل ده هو ممثل تقيل جدا. مشهد موت مامته مثلا، المشهد اثر في كل الناس. انا كنت بتفرج عليه تجربه شخصيه مع ابويا وامي، قاعدين بيتفرجوا، لا اتاثروا جامد جدا، قالوا لي ان هم ما اتاثروش كده بممثل من زمان. فانتوا فاهمين الراجل عنده موهبه بره بقى عن اي حاجه. عمل مشهد بتاع موت امه ده تحفه فنيه، ماستر بيس بصراحه. المشهد اللي في الاخر في نهايه المسلسل لما قعد مع عم زكي وكل واحد بيتكلم عن مفهوم العداله والقانون ووجهه نظر كل واحد بالنسبه لهم، لا انت الراجل بينقل لك كل مشاعره، بيمثل بعينيه، بيمثل حلو قوي من غير افوره من غير زعيق. فلا هو ممثل تقيل قوي يا جدعان، تقيل قوي قوي يعني. والمسلسل ده اثبت ان هو لا يعني، انتوا فاهمين يا جدعان، دايما المسلسلات اللي من النوع ده كانت الناس دايما هتقول ايه، ان باسم سمره علق عليه قوي، او باسم سمره علق على البطل عموما قوي. لا عصام عمر جرى معاه، انتوا فاهمين يعني، ده بيعمل مشهد حلو قوي ده يقوم معلي عليه بمشهد حلو قوي. فده اصلا في حد ذاتها جرأة جامده من عصام عمر، فشابوه لي، انا بحبه ويا رب يكمل كده. تاني حد هتكلم عليه العالمي باسم سمره. الراجل ده طلع في برنامج حبر سري السنه دي، قال انا بتحدى اي ممثل كبير له جماهيريه ينزل لي. والراجل معاه حق وبيتكلم، والكلام ده طالع عن كل ثقه، وفعلا محدش علق عليه يعتبر غير اللي معاه في المسلسل يعني. مش محتاج اتكلم عن باسم سمره ولا موهبته، راجل عالمي. بس عايز اتكلم تحديدا بقى على المسلسل ده، عامل دور الاستاذ زكي غالب. الراجل ده وراك جانبين بعاد قوي من شخصيته، الجانب الجد والكاريزما، والجانب اللي هو تحسه ما بيرحمش في تحقيق العداله او الكلام على القانون او كده. ان هو بيسعى يعمل اي حاجه عشان يحقق العداله. ده جانب جد وجانب عنيف، وحتى رياكشنات باسم سمره بتبين لك كده، بتبين لك انه شرس في الجانب ده. بس هل دي شخصيته؟ لا. بنشوف برضو الجانب التاني واللي ابدع فيه اكتر، جانب الابوه، وهو اب. بتشوف علاقته مع بنته الدكتوره بسمه ازاي بيضعف قوي قدامها، بيعيط، ما بيمسكش نفسه. لا والصياعه المسلسل بان كده، بين لك من تمثيل باسم سمره ان هي بنته قبل ما يعترفوا في المسلسل ان هي بنته. انت فاهم، انت حسيت وانت بتتفرج من كتر ما المشاعر واضحه ان دي هي دي بنته. انا عن نفسي حسيت كده، واظن ناس كتير حسيت كده من غير ما يعلنوا رسميا ان هي دي بنته. فاهمين حاجه؟ فكل ده بالتمثيل بس. علاقته بعادل نفسها، بتشوف قد ان هو برضه حنين عليه، مش عايز يسيبه. علاقه ابوه، لان هو زي ما يعتبر فقد بنته في اول المسلسل، وعادل فقد ابوه، فتحسهم علاقه بيكملوا بعض. والمشاعر دي بانت جدا في كل المشاهد. بنشوف مثلا مشهد موت مامة عادل لما زكي طلع معاه على السطح وقعد معاه، مشاهد انت بتتفرج انت حاسس بالمشاعر دي كلها منقوله لك، مش من تمثيل وخلاص. فالاستاذ زكي غالب من اعظم الادوار اللي عملها باسم سمره، اتمنى يستمر كده طالما عندنا الجوده دي، حرام بقى نقعدها بصراحه. فبكل صدق وبكل امانه، ثنائيه والتر وايت وجيسي تتراجع للمركز الثاني بعد ثنائيه عادل وعم زكي. انا اصلا ما بحبش والتر وايت وبتسلق، ممكن نبقى نتكلم عن الموضوع ده بعدين، بس يعني المهم انا بصراحه مبسوط جدا من الثنائيه دي. بس كالعاده في المسلسلات المصري ثنائيه جامده قوي زي كده لازم فين الشرير، الفيلن الاساسي بتاع المسلسل. في الحاجات التقليديه المصريه الفيلن ده بيبقى ساذج، هو في الاول بيبين لك انه مفتري وبيقتل وبتاع، بس دايما بيغلط غلطات ساذجه جدا وبيتقتل او بيتسجن بكل سهوله. هل ده حصل في المسلسل ده؟ لا. ودي اقوى نقطه في المسلسل بالنسبه لي، ان المسلسل جاب فيلن. انت لو جيت تفكر كده في الاول، مين ممكن يقدر يخوف باسم سمره؟ هتلاقي اجابه؟ ما اظنش يعني. الموضوع عيب يا جدعان، يعني مين هيجيبوه يقدر يخوف باسم سمره؟ ما كنتش متوقع ان في حد هيجاريه، بس طبعا حصلت المفاجاه بالنسبه لي. الفنان العالمي وعلى قد الكلمه اللي انا بقولها كده، محمد علاء جامايكا. الراجل ده يا جدعان انا ما شفتلوش دور عالمي بالمنظر ده، بس ده افخم شرير مثلا شفته في الدراما المصريه اخر كام سنه. مش اخر كام سنه، ده قد يكون افخم شرير شفته في الدراما المصريه عموما. انا ما شفتش، لان عاده زي ما قلنا الشرير بيطلع ساذج. في مسلسل الكينج مثلا، الراجل اللي ورا الكاميرا الفحل جو بيقول لي ان في مواقف عبيطه جدا وسذاجه وكده، واحنا طبعا متوقعين حاجه شبه كده. ده لا، مش مجرد شخص ذكي، لا هو مرعب بمعنى الكلمه، تجسيد الحرف للشيطان. الراجل بيخوفك ويرعبك ويخوف باسم سمره، ودي حاجه كبيره قوي يا جدعان طبعا، من غير فاهم، من غير زعيق، من غير سويت، من غير مشاهد اوفر اكتنج. راجل بعينيه بس، هدوء، كاريزما، تمثيل مرعب. 10/10 محمد علاء، 10/10، وفعلا شرير فخم. وفي نقطة مهمة في الكتابة بقى والسيناريو، ان لأول مرة هو مش مجرد حتى مش فكرة مش ساذج، هو مش مجرد انه على الأقل زي الأبطال، لا هو أعلى من الأبطال. الراجل ده أذكى من البطلين بتوعنا. يعني هو المسلسل في الآخر اتقفل قفلة برضه انه لازم يتسجن وبتاع، بس ما دون ذلك او قبل كده
الراجل ده مرعب، وكان اذكى من البطلين وكان هيوقعهم عادي جدا. بس طبعا النهايات لازم برضه في مصر بتاخد جانب كويس يعني عشان يعرفوا ان في امل وكده. انا مبسوط جدا بجامايكا بصراحه. جيتوا الحق انا قبل المسلسل باسم سمره وعصام عمر، قلت باسم سمره هيعلي على عصام عمر. هل لما بدانا ده حصل؟ الاثنين مولعين الدنيا. جه ظهر محمد علاء، قلت اكيد مش هيجاريهم، جراهم وبزياده. فانا عن نفسي مش عارف مين احسن واحد في الثلاثه. انا مستني رايكم انتم بصراحه. الثلاثه بيلعبوا ماتش تمثيلي، كل واحد بيعلي على الثاني، كل واحد يعمل، مش بكلم كمان قصه المسلسل بس، لا كتمثيل. باسم سمره يعمل مشهد عالمي مع بنته، عصام عمر يعمل مشهد عالمي مع امه. انت فاهمين الفكره؟ محمد علاء عامل مشهد عالمي مع الاثنين، فحاجه فجر تمثيلي. طبعا بالكل اللي بتكلم ده افضل مشهد بالنسبه لي المشهد اللي هم الثلاثه كانوا قاعدين عند الشهاب. مشهد ماستر بيس من كل حاجه، كادرات، تصوير. واللي عجبني اكتر بقى الحوار نفسه. شوف كل واحد ازاي بيتكلم عن وجهه نظره، بيدافع عنها، بيبررها. مسلسل راقي يعني، ده اختصار كل اللي انا قلته. عايز بقى اروح لنقطه تانية، وهي نقطه الكوميديا في المسلسل ده. الفنان اللافلي احمد بيلا اللي عامل شخصيه توحه. مسلسل زي ده بالغموض ده والاثاره دي والعنف الداخلي ده كده، ان يبقى فيه لمسه كوميديا ما كانتش غلط خالص، وكانت زي الفل ومظبوطه. احمد بيلا ده عامل شخصيه توحه 10 على 10 برضه. توحه ده ضحكني اكتر من المسلسلات كوميدي بتاعت رمضان ده كله، مجرد زوره بس. ففي وسط كآبة المسلسل شويه كنت حابب اشوف مشاهد احمد بيلا وعصام عمر مثلا. الثنائيه دي كانت كويسه قوي قوي، واتمنى الراجل ده يفضل على كده ويختار برضه ورق كويس، لانه هو موهبه جامده قوي. اروح لحاجه مهمه جدا في المسلسل ده برضه، حاجه اساسيه طبعا مش جانبيه خالص. الكتابه في المسلسل. المسلسل قوي، المسلسل احداثه مترابطه، مفيش فيه ثغرات كتير قوي تمسكها يعني. انا عندي بالنسبه لي مشكله واحده بس، ان الحلقه اللي قبل الاخيره فكره ان شاب بيتصور، انت الشاب ده كنت باني ان هو شخصيه مفيش منها اتنين، وذكي قوي وقطع عليهم في 100 مره. كون ان ما يجيش في باله ان ممكن يكون حد بيصور له، يعني فيها كلام. بس بصراحه تعدي قصاد الجمدان والتحفه اللي اتقدمت في المسلسل ده. حاجه زي دي تعدي بالنسبه لي، مش مشكله. بس عايز اتكلم عن كمان الحوارات في المسلسل، بره بقى عن القصه نفسها. الحوارات ممتعه، الحوارات انت ممكن انت قاعد تسمع كده انت متمزج، سواء كلامهم عن حاجات مهمه جدا زي الحريه، العداله، قانون، الفرق بين العداله والقانون. كل واحد بيشرح وجهه نظره، سواء في المشهد اللي جمعهم هم الثلاثه او في المشهد الاخير بتاع عادل وزكي. كل واحد بيقول هل العداله دي ممكن تتحقق ولا لا. حوارات ممتعه جدا، حوارات راقيه، فن بيتقدم فعلا. في حاجه كنت قلتها في اول الفيديو ده خالص، ان عصام عمر بيقدم حاجات قريبه من الشعب. ده واضح بشكل جامد قوي في المسلسل. ان احنا فكره ان احنا السكان الاصليين، فكره القصه اللي بتاعت كولومبوس والهنود الحمر اللي هو باسم سمره قالها كده، المصمت نفسه اللي بياكلوا فيه اللي هو اسمه مصمت الشعب. الموضوع كله واضح. وناقش كمان قضايا موجوده في مجتمعنا للاسف، ابرزهم طبعا فساد الادويه، ودي كارثه. وقد ايه الموضوع ده بيترتب عليه كوارث بعد كده. اتكلم بشكل جيد جدا على الكورونا، ان لقاحات الكورونا دي قد تكون مضروبه. الفكره العامه جامده قوي بصراحه. اتكلم عن مشاكل برضه زي فساد الاكل، فساد اللحوم تحديدا. فمسلسل واقعي وجريء بصراحه، وشابوه برضه على الفكره دي. طبعا التورته اكتملت، الموضوع زي الفل من كل حاجه. فاضل ايه بقى؟ الكريزه. الكريزه اللي لما بتتحط بتفرق في اي عمل جامد قوي زي كده. هتبقى ايه الكريزه بتاعته؟ الموسيقى التصويريه. خالد القمار ده الساوند تراك اللي عامله هو معلم معايا لغايه دلوقتي. خلصت المسلسل وبسمعه انا عادي يعني. موسيقى تصويريه لايقه جدا بكل مشهد. اسمعوها يا جماعه، لو انت حتى ما اتفرجتش على المسلسل خالص خش اسمعها وقول لي رايك. كده انا خلصت كلام عن عين سحريه، قلت ليه المسلسل ده عجبني جدا جدا جدا. ولاول مره في القناه هقول حاجه، تقييمي لمسلسل عين سحريه 10 من 10. ده المسلسل الوحيد اللي خد العلامه الكامله بالنسبه لي. حرام نعمل حاجات كلها تجاريه، ما عنديش مشكله اعمل اعمال تجاريه، بس في النص كده متعنا بقى. يعني انت عندك ممثلين وعندك اخراج وعندك انتاج والموضوع سهل يعني، فاهم؟ اظبط حالك وطلع اعمال بالمنظر ده كلنا هنفرح بيها. انا دلوقتي قلت رايي، المهم دلوقتي رايك انت. هل عجبك عين سحريه ولا لا؟ هل انت شايف ان هو احسن مسلسل انت سمعته؟ مين احسن بطل في الثلاث الابطال دول اللي عجبك؟ انت سمعته وما عجبكش عادي يا باشا، مفيش حاجه. انا مش بطلع بفرض رايي عليك، انا بقول لك مجرد رايي، ممكن غلط ممكن صح، الاراء ما فيهاش صح وغلط اصلا، تمام؟ بس في نقطه عجباني بقى جانبيه برضو، ان في وسط الصراعات مين نمبر 1 وياسمين مي عمر، لا محمد سامي داخل عشان مراته، لا عمرو سعد، لا حماده هلال بيشرب شاي. نمبر 1 عرفونا زمان اللي ما بيتكلمش كتير، الشاطر ما مش بيفضل يقول انا شاطر، الشاطر بيبقى قاعد في حاله والناس هي اللي بتشكر فيه وهو بيحمد ربنا. بصوا على بوستات عصام عمر يا جماعه وانتوا فاهموا قصدي.
راجل بيحمد ربنا وكل ده من نعم الله عليه، هو اللي بيقول كده بنفسه. ما شغلش باله مين نمبر 1 ومين نمبر 2، والناس نفسها حددت. انا من خلال السوشيال ميديا يعني مش لجان ولا اي حاجه، صحابي الناس اللي اعرفهم مفيش حد اتفرج وقال ان ده مش احسن مسلسل في رمضان. وانت نازل بقى تتحفنا بارائك الجميله اللي انا بجد مستنياها ونتناقش مع بعض فيها. ما تنساش بقى لايك، سبسكرايب، شير الحلقه. يا ريت عايزين نوصل 1000 مشترك، همه معانا يا رجاله، الله يبارك لكم. عايزين فلوس، عايزين فعل ربح. جو ما قبضش ولا انا قبضت نفسنا يعني والله. سلام يا رجاله. And this is my masterpiece. والله العظيم انا هسكت ومش هقول الفاظ، وده هتنزل زي ما هي. اسال. يا اسطى والله يا اسطى العظيم جامده فشخ، محتوى جامد بصراحه. محتوى جامد بصراحه. والتر وجيسي ده بريكنج باد. وايت ده بريكنج ماشي. مين جيسي؟ يا مراته، يا مرات الولد اللي كان شغال معاه. جيسي دي هو اللي شغال معاه. انا هموت والله. جيسي ايه؟ هو الولد اللي شغال معاه اصلا؟ جيسي بينكمان يا اسطى. مش عارف اضحك. اسمه ولد؟ جيسي يا ابني، جيسي بينكمان والله. لا ما تنسانيش في اسماء. ما فكرتش في بيت. عشان كده مشيتها مصاحبة الولد بقى. احلى مسا على اخواتي المحترمين اللي فاهمين ان هي كلها حرية رأي والدنيا رايحة جاية وبتاع. انما الناس اللي بتشتم يعني الله يسامحكم، الله يسامحكم يا جدعان. بس هي مش مستاهلة، فاهم قصدي؟ مش انا اختلفت معاك في حاجة او مش شبهك في رأي، او انت مش شبه في رأي يبقى نشتم بعض، يعني التعامل مش كده. لان في الاول والاخر مش دين، مش علوم. انت بتتكلم في حاجة ترفيه، حاجة عجبتني قوي ما عجبتكش عادي، عجبتك ما عجبتنيش عادي. فمش عايزين بس نكبروا الدنيا، والدنيا كلها بالحب. كل سنه وانتم طيبين كده.